عمرك حسيت إنك كل ما تغلط تهاجم نفسك؟ صوت داخلي يقولك أنت فاشل، كان لازم تعمل أحسن. إحنا بنسامح الناس لكن ما بنسامحش نفسنا. أكبر سبب واقف في طريقك هو جلد ذاتك. دماغك فاكرة إن جلد الذات بيساوي تطوير. الحقيقة جلد الذات بيساوي عقاب نفسي. النقد يبنيك، جلد الذات بيهدمك. في فرق بين غلط وأنا وحش. هتقول لازم أضغط على نفسي. الضغط شيء والتحطيم شيء تاني. هتقول بس أنا فعلا غلطان. الغلط طبيعي، لكن الطريقة اللي بتتعامل بيها مع الغلط هي المشكلة. تخيل طفل بيتعلم يمشي ووقع. عمرك شفت تشتمه؟ أكيد لأ، لأنها فاهمة أنه لسه بيتعلم، وإنت كمان لسه بتتعلم. ليه تعامل نفسك بأسوأ أكتر من مع طفلها؟ الحل بسيط، افصل بين أنا غلطت وأنا وحش. الأولى صح، التانية كذب. قول لنفسك أتعلم، أصلح، أكمل، من غير ما تضيف أنا فاشل. اسأل نفسك سؤال واحد، إيه اللي ممكن أعمله دلوقتي يخلي الغلطة مفيدة؟ لو لقيت إجابة اتعلمت، لو ما لقيتش جلد الذات مش هيصلح حاجة. جلد الذات مش تواضع، ده تدمير بطيء. والتعلم مش ضعف، ده قوة. ارحم نفسك عشان تكمل وتنجح.